يعني تتعلم ماشين ليرنينج او ويب ديفلوبمنت او اي حاجه وتعمل احلى ديزاين وتاخد دومين نيم وهوستنج وكل اللي نفسك فيه ومن اشهر الشركات وببلاش، وتقوم انت سايب كل ده وتروح تدفع اشتراك بمنتهى السلام الداخلي. صدقني فايتك كتير قوي يا غالي. تعال اقول لك فيديو النهارده هنتكلم عن جيت هاب ديفلوبر ستودنت باك، واللي هتوفر عليك في حدود $1000 تقريبا، وهتساعدك تبني بروجكتس كويسه تحطها في الريزومي او السي في بتاعك، لانك هتستخدم احدث البرامج والادوات في المجال بتاعنا ببلاش وبمنتهى السلاسه علشان تبني البروجكتس دي. وده هيفرق معاك جدا لو بتحاول تنزل تدريب في شركه او حتى في شغل الفريلانس. الفيديو طول مني سيكا، فلو مستعجل شوف ال 60 ثانيه اللي في الاخر فيهم الخلاصه كلها. هو الفيديو فيه تفاصيل مهمه جدا جدا، بس لو انت مش فاضي ممكن تشوف الخلاصه بعدين تبقى ترجع تكمل الفيديو بعدين. هقول لك ازاي تسجل في الباك دي بسهوله جدا عشان تستفيد منها وما تتوهش جواها زي ما انا تهت في الاول. معاك يا غالي خطوه بخطوه، ما تقلقش خالص. انا عمر الشريف، جيت هاب كامبس اكسبرت وماشين ليرنينج فريلانس، وممكن تعرف عليا اكتر من الفيديو اللي فات لو لسه ما شفتوش، هيظهر هنا او هنا يعني. يلا بينا نبدا على طول عشان ما نضيعش وقت. طيب مبدئيا كده تطلع ايه جيت هاب ديفلوبر ستودنت باك دي؟ تعال اقول لك الحكايه من الاول. عندنا حاجه اسمها جيت هاب اديوكيشن، ودي تبع الجيت هاب، وهدفها تملى الجاب اللي بين التعليم والكليات وسوق العمل، وتقدر تعتبرها المكان اللي بيجمع الديفلوبرز من كل حته في العالم. يعني تقدر تقول مبرمجين المستقبل حرفيا، وير فيوتشر ديفلوبرز مي. جيت هاب اديوكيشن دي بقى عندها حاجات خاصه بالستودنتس وحاجات خاصه بالتيتشرز وحاجات للسكولز. احنا بقى هنركز في الحاجات اللي تخصنا واللي هي خاصه بالستودنتس. عندنا بقى حاجه اسمها جيت هاب جلوبال كامبس، دي تبع جيت هاب اديوكيشن، جواها الجيت هاب ديفلوبر ستودنت باك اللي احنا جايين نتكلم عنها النهارده. واللي باختصار كده جيت هاب اتفقت مع الشركات الكبيره يوفروا التولز بتاعتهم مجانا للطلبه طول فتره دراستهم علشان يستخدموها ان هم يبنوا البورتفوليو بتاعهم، يعملوا بروجكت يحطها في الريزومي في السي في. وانا هنا مش قصدي يعملوا الريزومي نفسه، لا انا قصدي ان هو يكريت البروجكتس اللي يقدر يحطها في الريزومي بعد كده. يعني بدل ما تروح تتعلم ماشين ليرنينج او ويب ديفلوبمنت وتدفع فلوس في كورسات اونلاين، انت ممكن تجرب التولز اللي جوه الباك هنا تتعلم منها، وده هيكون فور فري لان انت طالب، فبالتالي بالايميل الجامعي تقدر تاخد الحاجات دي. عايزك تاخد بسطه يعني، مش هتندم تصدق. ومش بس التعلم على فكره، في حاجات تانية كتير ممكن تعملها. خليني اقول لك بعض الحاجات اللي انا جربتها. ممكن مثلا تعمل ديزاين حلو جدا باستخدام التول اللي اسمها فيزما، او في برضو فيجما فور فري. وكان زمان في حاجه اسمها كانفا كنت عايش عليها بعمل عليها كل حاجه. هي حاليا مش متاحه في الباك، ولكن في فيرجن منها فري تأدي الغرض جدا. وبالنسبه للكلاود كمان ممكن تستخدم مايكروسوفت ايجر او ديجيتال اوشن او هيروكو ان انت تعمل هوستنج للويب سايت بتاعك لو انت شغال ويب ديفلوبمنت يعني. كمان ممكن تستخدم نيم دوت كوم او نيم شيب انك تجيب منها دومين نيم للويب سايت اللي انت هتعمله. كمان الفيرتشوال ايفنتس ممكن تستخدم ستريم يارد عشان تطلع لايف ستريم في اكتر من مكان في نفس الوقت، فيسبوك ويوتيوب مع بعض مثلا. ودي يحتاجها الناس اللي في ستودنت اكتيفيتيز اللي بيعملوا ورك شوبس اونلاين وايفنتس اونلاين باستمرار. بص هي القائمه طويله قوي والتولز كتير جدا، فانت هتلاقي كل نفسك فيه ان شاء الله، ما تقلقش من حاجه خالص. يلا بينا نشوف ازاي نسجل صح من اول مره علشان ناخد الكنز ده على طول من غير ما نتعب نفسنا كتير فيه. بس الاول خد هنا تعالى، انت ما عملتش سبسكرايب للقناه ليه؟ من فضلك انزل اعمل لايك وسبسكرايب الاول، بعدين تعالى نكمل نشوف هنسجل ازاي في الموضوع ده. بعد ما تضغط على اللينك اللي انا سيبه لك في اول كومنت، او تكتب هنا جيت هاب ديفلوبر ستودنت باك ديفلوبر باك مثلا، تضغط على اول لينك عادي جدا. مجرد ما الباك تحمل معاك هتلاحظ ان احنا مش عاملين ساين ان، ولكن قبل ما نعمل ساين ان عايز بس افرجكم سريعا كده على شكل التولز بحيث تقدروا تتعرفوا عليها اكتر لوحدكم. التولز هنا متقسمه لطريقتين. طريقه ان انت على اساس الاكسبيرينس، مثلا حاجات خاصه بالفيرتشوال ايفنت كنت لو انت هتعمل فيرتشوال ايفنت مثلا تبع ستودنت اكتيفيتي، فمحتاج تعمل تطلع ستريم او تاخد نيم دومين نيم يعني وتحطه على هوست والحاجات اللي زي كده. او لو انت بتتعلم ويب ديفلوبمنت مثلا وبتبني بروجكت ممكن تعمل هوستنج، وبرده ممكن تستخدم بوت ستراب او جيت برينز على حسب التكنولوجيز اللي هنا. في هنا بلس 5 فيها باقي التولز اللي متاحه في النوع ده من التولز اللي جوه الويب سايت. ولكن في حاجات تانية ممكن تلاقيها خاصة بالويب مكتوبة تحت بس مش موجودة هنا، فانت برضو محتاج تبص تحت فين؟ تبص تلاقي هنا تقسيمة تانية على حسب الاهتمامات بتاعتك. انا عايز الحاجات الخاصة بالديزاين بس، او انا عايز الحاجات اللي بتدي دومين نيم مثلا، او الحاجات الخاصة بالاي بي ايز، او مثلا الكلاود لو انا عايز اعمل هوستنج ممكن اضغط عليها واشوف الحاجات اللي جواها. ولكن قبل ما نعمل كده هنبص نلاقي تحت كل تول الاباوت بتاعها والبنفيت. الاباوت دي سمبل ديسكريبشن عن التول دي بتستخدم في ايه، والبنفيت هنا متاح لك قد ايه خلال فتره الستودنت ديفلوبر باك. بالنسبه للنيم شيب مثلا دي حاجه بتدي دومين نيم معاك لمده سنه، دومين ريجستريشن، بس الدومين ده هيكون دوت مي. بالنسبه برضو لمايكروسوفت ايجر او جيت برينس كل تول مكتوب تحتها بتستخدم في ايه، وهتلاقي هنا التقسيمه بتاعتها لو انت عايز تشوفها تبع التقسيمه اللي فوق اللي هنا دي.
لو انت يعني عملت فلتريشن هتظهر لك بنفس الطريقه. خليني اوريكم حاجات الكلاود لان هي اشهر الحاجات اللي هتحتاجوا تستخدموها، خصوصا لو بتبنوا بروجكتس في الكليه او بروجكتس داخلين بيها هاكاثون، انكم تعملوا هوستنج وتاخدوا دومين نيم، ده هيكون مفيد جدا. فخلينا نفتح مع بعض حاجات الكلاود ونشوف اللي موجود جوه. عندنا هنا في الكلاود 3 حاجات متاحه بتستخدم بشكل مكثف جدا، اللي هي مايكروسوفت ايجر، ديجيتال اوشن، وهيروكو. ال3 كويسين جدا. ديجيتال اوشن ده الحاجه اللي انا كنت بستخدمها بشكل مستمر، وهي فعلا من اقوى واسهل الحاجات اللي ممكن تستخدمها عشان تعمل هوستنج للويب سايت بتاعك. هيروكو برضو مشهور جدا وسهل جدا. وبرضو مايكروسوفت ايجر مديالك خصائص كتير، لو انت كمان هتستخدم ماشين ليرنينج في الويب سايت بتاعك هتساعدك كتير جدا. طبعا مكتوب البنفيت بتاعت كل حاجه تحتها. خلينا بقى ندخل مع بعض على طول على التسجيل ونشوف ازاي هناخد الحاجات دي ونبدأ نستخدمها. هنطلع فوق عادي جدا، هنعمل ساين اب فور ستودنت ديفلوبر باك، بس انت واخد بالك ان احنا مش عاملين ساين ان، فانا حتى لو ضغطت هنا هو هيطلب مني ان انا اعمل ساين ان. ولكن قبل ما اعمل ساين ان هو هيتاكد الاول انت عايز تعمل ساين ان كستودنت ولا كتيتشر ولا كسكول، لان زي ما قلنا ان في بنفيتس لكل نوع منهم. فانا هختار الحاجات الخاصه بالستودنت، وبعد كده ابدا اعمل ساين ان في جيت هاب. بعمل هنا ساين ان بانه ايميل وانه باسورد. الايميل والباسورد الخاصين بالجيت هاب بروفايل بتاعك. جيت هاب بروفايل بتاعك اللي هو على جيت هاب عادي، لو ما عندكش اكونت ممكن تكريته عادي، اكتب github.com وابدا اعمل ريجستريشن. وممكن تستخدم هنا الجيميل عادي، فانا هستخدم هنا الاكونت بتاعي. هعمل ساين ان، هيعمل اثنتيكيشن يتاكد ان انت عندك فعلا في جيت هاب بالاسم ده. بعد كده فتح الصفحه دي، كنت تيتشر او ستودنت بتسجل بنفس الطريقه. طيب انا هنا كستودنت عايز ابدا اخد الباك بتاعتي، هعمل ايه؟ لازم يكون بتنطبق عليا الشروط دي. الشروط دي باختصار ان انت بيتاكد ان انت طالب، في سواء كنت في مدارس ثانوي مثلا او في جامعه. تاني حاجه بيتاكد ان انت معاك جيت هاب اكونت، وان انت اكبر من 13 سنه ومعاك اثبات من المدرسه او الكليه اللي انت تابع ليها، اللي هو الاي دي يكفي جدا. ولو مفيش اي دي ممكن تجيب اي بروف ان انت ستودنت في المدرسه دي او في الكليه دي. وطبعا بيكون بالانجلش ويكون مكتوب جواه التاريخ بتاع التخرج، او حتى تاريخ هو اتعمل امتى، يعني اليوم اللي هو اتعمل فيه مثلا. بس كده بتيجي تسجل هنا، بتختار الايميل بتاعك. طبعا ده الايميل الشخصي بتاعي، ولكن ده ايميل الكليه. بالنسبه لايميل الكليه ازاي ينضاف؟ هنا عندك مش هتلاقيه منضاف، انت هتبقى مكريت الجيت هاب اكونت بتاعك بالجيميل عادي جدا. هتضيفه ازاي؟ هتعمل اد ايميل، بعدين هتروح تعمل اد اند فيريفاي سكول ايشود ايميل ادرس. هتروح هنا هتبص تلاقيه فتح لك الصفحه دي جوه الجيت هاب بتاعك. هنا الايميلات اللي انت مسجلها وعمل لها فيريفيكيشن، ده ايميل انا عامل له فيريفيكيشن، وده كمان ايميل عملت له فيريفيكيشن. ده مش عامل له فيريفيكيشن بيظهر بالشكل ده. طيب بالنسبه للايميل الكليه هتعمل ايه؟ هتيجي هنا تعمل اد ايميل، تكتب الايميل بتاع الكليه بتاعك، بعد كده تعمل اد وتروح تفتح الايميل ده سواء كان اوتلوك او لا. وبعد كده تعمل تضغط على اللينك اللي هناك وتعمل فيريفيكيشن، هتلاقيه انضاف هنا واتكتب جنبه ان هو فيريفايد، او بقى يعني ان هو فيزيبل ان ايميلز كده، حاجه زي دي كده، مش مكتوب جنبه ان فيريفايد. بعدها هتيجي تعمل ريفرش للصفحه دي، هتبص تلاقي الايميل بتاعك ظهر هنا. طبعا انا لو اخترت الايميل بتاعي دلوقتي هتلاحظ ان هو بيقول لك ان الايميلات اللي بتنتهي بالات اللي هي ات اف سي اي بي يو، الحاجات دي محتاجين نعمل اثبات ان هي فعلا ايميل كليه. فانا عملت الاثبات ده والحاجات دي خلصت، وهو هنا بيقول لي اوريدي دان. ولكن انا عايز اوريك حاجه تانية، هو هنا رابطها بالجامعه بتاعتي. هو هنا رابطها بالجامعه ليه؟ لان الجامعه خلاص بقت متسجله عند جيت هاب ان دي مؤسسه رسميه تعليميه، فبالتالي هو ربط الايميل بالجامعه. طبعا انت مش هتكون ظاهر لك الحاجات دي، انت مثلا لو اخترت حاجه زي كده مش هيظهر لك الحاجات التانية، ده هيكون الايميل بتاعك ان شاء الله اول ما تختاره. بعد كده هتيجي تحط هنا السكول نيم بتاعتك، وهنا هنلاحظ ان هو اغلب الاماكن موجوده، ومش شرط تكتب الكليه، الجامعه تكفي. يعني انا بالنسبه لي مثلا لو كتبت بنها يونيفرستي هتظهر بنها يونيفرستي عادي خالص. هتختار الجامعه بتاعتك عادي جدا. طب لو مش موجوده الجامعه بتاعتك هتعمل ايه؟ هتكتب الفول نيم بتاعها بس يكون كامل زي ما الجامعه بتكتبه، يعني faculty of كذا 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 زي ما بتتكتب على الويب سايت بتاعها. وهو جيت هاب هيطلبوا منك شويه بيانات زياده كده، زي مثلا الويب سايت بتاع الجامعه دي حطه وحاجات زي كده، وهيعمل لها فيريفيكيشن خلال ايام. بعد كده بتحتاج تجاوب السؤال ده: how do you plan to use GitHub؟ انت هتستخدم جيت هاب ازاي؟ ليه بيسأل السؤال ده؟ عشان يتأكد انك فاهم الباكت دي فايدتها ايه، وان انت هتستخدم جيت هاب في ايه وكده. الجملتين اللي هنا هسيبهم لكم في اول كومنت او في الديسكربشن بتاع الفيديو. هو حاجات بسيطه خالص. بعد ما تعمل فيريفيكيشن هتلاقيه كاتب لك في الجنب هنا التاريخ بتاعها، بعد ما تبقى هي اكسبتد، هي التاريخ بتاعها امتى، وان انت سبمت كام واحده.
في واحده هنا انا كنت قاصد اعملها وباظت اهيت. دي ليه عملت كده؟ رفعت صورة الاي دي وهي مش واضحة، كنت حاطط ايدي على جزء منها، فبالتالي ما قبلهاش. خلينا نشوف الشكل اللي هيظهر بعد ده. انا اوريدي فاتحه هنا بما ان انا كنت عامل ساين ان. بعد ما تضغط وتعمل الجملتين اللي قلت لك عليهم هيوديك على الصفحه دي. الصفحه دي كل اللي محتاجه منك فيها تصور الاي دي بتاع الكليه او اي بروف من الكليه. البروف ده ممكن يكون ترانسكريبت، ممكن يكون اللي هو بيان ان انت طالب، وثيقه يعني كده بس من الكليه، بس تكون مكتوبه بالانجلش ومكتوب فيها التاريخ بتاع اليوم. هتبدا تفتح الكاميرا هنا وتصورها مع ملاحظه ما تداريش على البيانات علشان ما تعملكش مشاكل، وتختار التايب بتاعها سواء كان سكول اي دي او ترانسكريبت. هتلاقي كل التايبس هنا. بعد كده هتعمل دن وهيبقى كده الموضوع خلص. يعني حاجه زي كده ان انت ايدك بعيده عن كل البيانات المهمه وبس. ده كل العمليه اللي انت محتاج تعملها عشان تعمل ساين ان جوه الباك دي. ملحوظه تاخد بالك منها، الداتا تبقى واضحه، دي نقطه. الايميل لازم يكون معمول له فيريفيكيشن. لو قابلتك اي مشاكل، هما في العادي بيردوا خلال يومين او 3، بيعملوا لك اكسبت او ريجكت، وممكن يردوا في نفس اليوم عادي. فلو قابلتك اي مشاكل ممكن تبعت لي، انا ليا تواصل دايركت معاهم، ممكن تبعت لي ونحل المشكله ان شاء الله بسرعه. اخر حاجه عايزين نتكلم عليها وهي الكوميونتي اكستشينج. خلينا نرجع للباك مع بعض تاني عشان عايز اوريك حاجه اخيره. لو ملاحظ انا دلوقتي عملت ساين ان، فالبروفايل بتاعي بتاع جيت هاب هو اللي ظاهر هنا، وبعد ما انت المفروض كمان تكون عملت ريجستر واخدت اكسبت، تاني الباكت بقت متاحه ليك. ده الشكل اللي هي هتظهر عليه، نفس كل حاجه في مكانها مع زياده حاجه واحده بس، السطر اللي بالازرق ده. السطر الازرق ده هو اللينك الدايركت اللي من خلاله تقدر تستفيد بالتول دي. فانا مثلا ممكن افعل الدومين من هنا، فهدخل وابدا امشي بالخطوات عادي. هروح اكريت اكونت على نيم شيب وابدا امشي في الخطوات وكاني جاي من بره، ولكن انا متحرك من اللينك ده، فهيبدا يديني الاكسس او الحاجات الفري المتاحه ليا. وبيكون في كود، طبعا محدش ياخد الكود ده عشان انا خلاص اوريدي استخدمته يعني، فمش هيبقى شغال. الكود ده طبعا في حاجات لها اكواد وحاجات مجرد دايركت لينك وهكذا يعني. فبس دي النقطه اللي كنت حابب اوضحها. وفي نقطة أخيرة بالنسبة للبروجكتس اللي انتوا هتعملوها، أو لو حابب تشوف أمثلة لناس استخدمت التولز دي عشان تبني بروجكتس وترفعها على جيت هاب، تبدأ تعمل كونتريبيوشن، تتكلم معاهم وتشوف الأفكار بتاعتهم، ولو تشتغلوا مع بعض تدخلوا هاكسون سوا. فكوميونتي اكسشينج بيتيح ليك الخاصية دي. لو دخلت هنا في حوالي 1140 بروجكت مفتوح هنا، دول طلبة على الأغلب رافعين البروجكتس دي. طبعا كل بروجكت مكتوب تحت هنا التول اللي هو استخدمها والتاجات بتاعتها، ومتقسمين لنوعين اساسيين على حسب البيربس، هي ليرن ولا كولابوريت. يعني انت هنا جاي تتفرج على مشاريع بغرض التعلم، ولا بتتفرج على مشاريع بغرض انك تشارك مع الشخص اللي عامل المشروع ده وتعملوا حاجه افضل سوا. على حسب كده ممكن تعمل الفلتريشن. خلينا مثلا نختار كولابوريت دلوقتي، ان مثلا انا عايز اشارك مع ناس في مشاريع معينه استخدموا فيها التولز بتاعت الباك دي. طبعا انا ممكن اعمل كذا فلتريشن، ممكن اختار مثلا على حسب التوبكس، ممكن اختار البروجرامينج لانجويج، انا عايز بس البروجكتس اللي بسي بلس بلس مثلا او اللي بايثون. ممكن احدد من هنا البروجكتس بتاعتي، وبرده ممكن احدد الاكسبيرينس بناء على اللي كانت متحدده جوه الباك نفسها. اقدر اقرا الديسكريبشن بتاع الحاجات دي، اقدر اعمل لها ستار عندي على جيت هاب، او افتحها وابدا اقرا في الريبو بتاعها واشوف هما بيستخدموا ايه وايه الحاجات اللي ممكن اساعدهم بيها. هنبقى نعمل فيديوهات اكتر ازاي تعمل الموضوع ده ان شاء الله في الفتره اللي جايه. حاليا خد لفه لحد ما نبدا نعمل الحاجات دي ان شاء الله. في نقطه مهمه اخيره لازم تاخد بالك منها جدا جدا جدا، ان انت ما تضغطش على كل التولز مره واحده، لان هيبدا يعد البنفيت بتاعتك. لو هي مثلا حاجه ب3 شهور زي داتا كام مثلا، وفي ناس كتير وقعت في الخطا ده، هيبدا يعد 3 شهور مجرد ما هتفعل وتضغط على اللينك ده وتتحرك معاه الخطوات لنهايتها. هتفعل ال3 شهور وهيروحوا عليك لو انت مش مستخدمه. فقبل ما تستخدم اي تول ممكن تدخل عليها هي بنفسها، يعني تعمل سيرش عن ايه هي داتا كامب دي، تبدا تفلتر مثلا دي بتاعت كورسز ماشين ليرنينج وداتا ساينس. فانت ممكن تفتح وتشوف الكورسز وتحدد يبقى انا محتاج ده وده وده وده، وفاضي ال3 شهور الجايين، او افضي نفسي نسبيا ابقى مخطط، بعد كده افعل الحاجه دي وابدا استخدمها. عندي ليكم مفاجأتين حلوين. الاولى ملخص الفيديو كله في 60 ثانيه بس عشان الوقت ضيق وعايز تاخد الخلاصه، فممكن تشوف الدقيقه دي وبعدها ترجع لباقي الفيديو لو احتجت تشوف خطوات التسجيل بالتفصيل. تخيل انك تقدر تستخدم ادوات تكلفتها $12,000 من اشهر الشركات من غير ما تدفع اي فلوس، بس عن طريق ايميل الكليه. الادوات دي هتلاقيها ببلاش جوه جيت هاب ديفلوبر ستودنت باك، تقدر تستخدمها انك تتعلم او تبني بروجكت تحطها في الريزمي بتاعك، وده هيفرق معاك جدا لو انت بتقدم على تدريب او شغل في الشركات. وهتلاقي تولز في كل المجالات حرفيا، من ويب ديفلوبمنت لماشين ليرنينج لسكيورتي كلاود هوستنج الدومين نيمز الديف اوبس باك اند وحتى ديزاين.
علشان تسجل محتاج 4 حاجات: اكونت على جيت هاب، ايميل اكاديمي سواء كان كليه او مدرسه، اي دي الكليه او اثبات انك طالب بالانجلش بتطلبه من الكليه بتاعتك، جملتين بتوضح فيهم هتستخدم جيت هاب في ايه، ودول هتلاقيني كاتبهم لك تحت الفيديو. هيردوا عليك في المتوسط في خلال يومين 3، واحيانا بيردوا في نفس اليوم. وخد بالك من حاجتين وانت بتقدم: افتح الايميل بتاعك وتعمل فيريفاي من خلال اللينك اللي هيجي لك في المسج، وانت بتصور الاي دي تكون البيانات واضحه وما تداريش عليها بحاجه. جرب مره واثنين وثلاثه، ولو قابلتك اي مشاكل تانية ابعت لي وانا هتواصل مع جيت هاب ونحلها ان شاء الله. وخد بالك ما تعملش اكتيفيت لكل تولز مره واحده، اعمل بس للحاجات اللي انت هتستخدمها، لان في حاجات كتير محدده بوقت سواء كان شهور او سنين. كمان في حاجه اسمها كوميونتي اكسشينج، تقدر من خلالها تشوف المشاريع اللي الطلبه عملوها باستخدام التولز دي على مستوى العالم، وتشارك معاهم كمان لو حابب، وتحط ده في الريزم بتاعك. حاول ما تضيعش الفرصه دي واستمتع يا صديقي. لو عجبتك فكره 60 ثانيه قول لي في الكومنت تحت عشان نحاول نثبتها في كل الفيديوهات اللي جايه باذن الله. هنخلي بقى المفاجاه الثانيه للفيديو الجاي ان شاء الله، هتعرفوا ليه. ما تنساش تدخل الديسكورد سيرفر بتاع ارب كونتريبيوترز، هتلاقيه في اول كومنت. وبس كده، شكرا لوقتك، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.